تخيلوا معايا كده صحراء كبيرة وجبال ومدينة عريقة مليانة حياة. مكة زمان كانت مشهورة بتجارة وعبادة الأصنام، وكان كل قبيلة في مكة عندها الصنم بتاعها، وكان في اعتقاداتهم في مكة إن الأصنام دي هي اللي بتديهم الحماية والبركة. وكانت في مكة قبيلة كانت من أشهر القبائل والمعروفة بقبيلة قريش، وكانت الحياة في قريش صعبة والتجارة شاقة والظلم كان منتشر في كل مكان، والقلوب في قريش كانت بعيدة عن ربنا تماما. بس بعد كده حصلت حاجة غيرت الموازين بالكامل. اتولد طفل مليان بالنور في بيت كريم في قريش. الطفل ده كان هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم اللي ربنا اختاره علشان يكون من أعظم البشر في التاريخ. وإبليس اللي كان طول عمره عدو الإنسان من يوم خلق سيد البشر آدم عليه السلام، وفي يوم ولادته كان عايز يعمل فوضى ويوقف الرسالة قبل ما تبدأ. لكن رب العالمين كان حامل النبي عليه أفضل الصلاة والسلام من أول لحظة. النهاردة أحكي كل حاجة عن مولده وطفولته وشبابه لحد بداية الرسالة. اتولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم في عام 571 ميلاديا في عام الفيل، في نفس العام اللي أبرهة الحبشي حاول فيه هدم الكعبة. إن شاء الله الفيديو الجاي أحكي لكم قصة أبرهة الحبشي بالتفاصيل. بعد المحاولة دي بحوالي 40 يوم ل 50 يوم، اليوم اللي حصل فيه أحداث عظيمة مش في مكة بس بل في الأرض بأكملها. آمنة بنت وهب قالت إنها ما حستش بآلام الولادة ولم يصيبني كما أصاب بقية النساء من ثقل الحمل. ورأت أثناء ولادة الرسول إن النجوم اللي في السماء بدأت تقرب منها، وقالت أمينة يوم تولد الرسول صلى الله عليه وسلم كأنه نور يخرج منها، لدرجة إن النور ده أنار الأوضة بأكملها. وقالت آمنة إن ده أخف وأسهل حمل مر عليها. لكن لازم نعرف ان الاحداث اللي حصلت دي كلها مش احداث مؤكده لكن متاخده من كتاب السيره. لكن المهم اللي نفهمه منها ان ولاده النبي صلى الله عليه وسلم كان حدث عظيم، واللي سمى النبي صلى الله عليه وسلم هو جده عبد المطلب. عبد المطلب قال انه شاف في منامه حاجه عجيبه جدا. قال انه شاف في منامه ان سلسله من فضه خرجت من داره، امتدت من السماء الى الارض ثم من المشرق إلى المغرب، ثم تحولت إلى شجرة أوراقها من نور. فساعتها راح لمفسر علشان يفسر له الحلم. المفسر قال له هيتولد ليك ولد من صلبك هيتبعه أهل المشرق والمغرب وهيكون ليه شأن عظيم، والطفل ده هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. عبد المطلب من فرحته خرج للناس في قريش وقال لهم اني رزقت بولد سميته محمد. والناس في قريش كلهم بدأوا يبصوا لبعضهم وتعصبوا وبدأوا يقولوا له يعني انت سبت ابائنا واجدادنا وسميت محمد؟ يعني ايه اصلا محمد ده؟ بعض العلماء والمفسرين قالوا ان في اللحظة دي ان الله عز وجل اوحى لعبد المطلب انه يقول اني سميته محمد ليحمد في الارض ويحمد في السماء. معنى كلام جد عبد المطلب انه يمدح في الارض وفي السماء، ان الناس كلها تحبه وتمدح فيه ويبداوا يتكلموا عليه بالكلام الحلو. ويمدح في السماء المقصود منه ان الله والملائكه يمدحوه ويكرموه. ومعنى الكلام ايه ده يا دهشان؟ تحيرت انا، ممدوح في الارض وممدوح في السماء. المقصود منه انه يكون محبوب وممدوح في الارض من الناس ويكون ممدوح عند الله والملائكه. يعني في الارض محمد وفي السماء محمود وفي القرآن أحمد. وفي يوم من الأيام أخدوا عبد المطلب للكعبة علشان يقدم له الحماية والبركة. والمقصود من الكلام ده إنه يقدم له الحماية والبركة. زمان في قريش قبل الإسلام كانوا بيعتقدوا إن الكعبة والأصنام هم اللي بيدوا الحماية والبركة، ما كانش في اعتقادهم إن الله عز وجل هو اللي بيحمي وبيرزق. ولما وصل عبد المطلب مع الرسول صلى الله عليه وسلم للكعبة حصل حاجة غريبة جدا. الأصنام اللي جوه الكعبة واللي بره الكعبة بدأت تقع وتتكسر. في الليلة دي حصلت حاجات أكبر وأعجب. أول حاجة اهتز إيوان كسرى وطاح منه 14 نافذة، وجفت بحيرة تساوى اللي كان بيمشي فيها السفن، وجف وادي السماوة، وثبتت بحيرة طبرية والمية بقت فيها ما بتتحركش. والأول مرة والأكتر من 1000 سنة انطفأت نار فارس. وبعد الليلة دي خرج نور عظيم من الحجاز لحد المشرق، وبطل سحر السحرة وارتفع مكانة قريش بين العرب. وقالت آمنة بنت وهب إن في الليلة دي شافت النجوم بتقرب منها، لكن في اللحظة دي النجوم كانت بترجم على الشياطين والجن. ورأت نورا عظيما في السماء وسمعت قائلا يقول خذوه من أعز الناس.
فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم رافعا إصبعه إلى السماء. في اللحظة دي شافت سحابة بتقرب منها وسمعت منادي يقول: طفوا بمحمد شرق الأرض وغربها والبحار لتعرفوه باسمه ونعته وصورته. وبعدها نزلت سحابة تانية أكبر وقربت منها وسمعت نداء يقول: طفوا بمحمد الشرق والغرب واعرضوه على الجن والإنس والطير والسباع واعطوه صفات آدم ورقة نوح وخلة إبراهيم ولسان إسماعيل وكمال يوسف وبشرى يعقوب وصوت داود وزهد يحيى وكرم عيسى. ويوم مولد الرسول صلى الله عليه وسلم كان في مكة يهودي يسمى يوسف رأى النجوم تتساقط وتتحرك، فقال في اللحظة دي: هنالك نبي قد ولد في هذه الليلة. وقال إن موجود في الكتب بتاعتنا إنه إذ ولد آخر الأنبياء رجمت الشياطين وحجبوا عن السماء. فلما جه الصبح راح اليهود لقريش وسألهم: هل ولد لديكم الليلة مولود؟ فردهم قريش وقالوا له: قد رزق عبد الله بن عبد المطلب بولد. فقال لهم اليهودي: اعرضوها عليه. فأخذوا اليهودي وراحوا لبيت آمنة، فخرجت آمنة بالرسول صلى الله عليه وسلم. في اللحظة دي اليهودي بص في عينه فكشف كتفيه فرأى شامة سوداء عليها شعر. ففي اللحظة دي اليهودي وقع على الأرض مغمى عليه. قريش استغربوا من الموقف وقعدوا يضحكوا عليه، فرد عليهم اليهودي وقال لهم: أنتم تضحكون يا معشر قريش، هذا نبي السيف. والسيف هنا معناه القوة والنصر. كان إبليس قبل مولد الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيقدر يخترق السماوات السبع، ولما اتولد عيسى عليه السلام اتحجب عن 3 سماوات، فكان بيقدر يخترق 4 سماوات بس. ولما اتولد الرسول صلى الله عليه وسلم اتحجب عنه 7 سماوات. وقذفت الشياطين بالنجوم وقالت قريش ان دي علامات الساعة اللي كنا بنسمع اهل الكتاب بيذكروها. فصرخ وصاح ابليس فاجتمع الجن وسألوه: ايه اللي حصل يا سيدنا؟ فرد ابليس وقال لهم: منذ الليلة انكرت السماء والارض. المقصود من كلام ابليس ان حصل حدث عظيم في الارض ما حدث في الارض مثله منذ رفع عيسى. فقال لهم ابليس: اخرجوا وابحثوا في الارض واعرفوا ايه الحدث ده. فخرجوا، لما رجعوا قالوا لابليس: ما لقيناش حاجه. فرد ابليس وقال لهم: انا اللي اخرج واعرف ايه الحدث اللي حصل في الارض. وخرج ابليس ولف الارض باكملها لحد ما وصل لمكه، تحديدا الحرم. ولما وصل للحرم لقى الملائكه واقفين بيحرسوه. ففي اللحظه دي حاول ابليس يدخل لكن معرفش، والملائكه منعوه. فرجع تاني وصار مثل السر. كلمه السر دي معناها العصفور. ودخل مكه. ففي اللحظه دي جبريل كان عارف العاب ابليس وقال: وراءك لعنك الله. فرد ابليس وقال له: شيئا أسألك عنه يا جبريل، يعني أنا عندي سؤال وعايز أسأله لك يا جبريل. وقال له: ما هذا الحدث الذي حدث في الأرض منذ الليل؟ يعني معنى الكلام إبليس عايز يعرف إيه اللي حصل في الأرض عشان يخلي الملائكة يمنعوه يخش مكة. فرد جبريل وقال له: قد ولد محمد صلى الله عليه وسلم. فرد إبليس وقال له: هل أنا لي فيه نصيب؟ رد جبريل وقال له: لا. فقال له إبليس: هل أنا لي نصيب في أمته؟ رد جبريل وقال له: نعم. فرد إبليس وقال: أنا رضيت. فنعوذ بالله من الشيطان الرجيم في كل وقت وحين. فبعد الحدث ده لازم تعرف ان الرسول صلى الله عليه وسلم ما شافش ابوه. بعد جواز عبد الله بن عبد المطلب من آمنة بنت وهب بفترة قصيرة خرج في تجارة مع قريش للشام. وبعد ما خلص رحلة التجارة في الشام قرروا وراجع يعدي على اهله في يثرب. يثرب دي اللي هي المدينة المنورة حاليا. فراح لاهله في يثرب اللي هم اخواله من بني النجار. فلما وصل هناك عند اهله تعب ومرض فجأة، فقرر يقعد عندهم لحد ما يخف. لكن للأسف المرض اشتد عليه ومعرفش يرجع تاني لمكة، ومات في المدينة وهو صغير قبل ما يشوف ابنه اللي هو الرسول صلى الله عليه وسلم. وتوفى هو تقريبا عنده 25 سنة. ولما وصل الخبر لمكة تحديدا لآمنة بنت وهب، ولما جالها الخبر كانت لسه حامل في الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنها استقبلت الخبر بقلب موجوع. ولكن ربنا كان بيرتب كل حاجة لحكمة كبيرة. ولما كبر الرسول صلى الله عليه وسلم وبقى عنده 6 سنين قررت أمه آمنة تاخده زيارة لقبر أبوه في المدينة. سافروا وقعدوا عدة أيام عند بني النجار أهل والده. وهم راجعين لمكة في مكان اسمه الأبواء، آمنة بنت وهب تعبت فجأة ومرضت مرض شديد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كان واقف جنبها، وكان ساعتها لسه ما فاقش من الصدمة الأولى ودخل على طول في الصدمة التانية. أمه تعبت قدام عينيه وكان النبي واقف جنبها.
طفل صغير ومش فاهم غير انها مش قادرة تتنفس. في اللحظة دي ماتت امينة قدام عين الرسول، بقى يتيم الاب والام، ورجع مكة مع المربية اللي كانت معاهم وكان اسمها ام ايمن، وقلبه كان شايل جرح صعب. ولما رجع مكة جده عبد المطلب اخده ورباه. كان الرسول صلى الله عليه وسلم بيروح يقعد معاه في المجلس، كان عامل مجلس كده عند الكعبة محدش بيقعد معاه فيه خالص من اطفال قريش الا الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن بعد سنتين مات جده عبد المطلب، والرسول صلى الله عليه وسلم كان عنده 8 سنين. بعدها راح لعمه ابو طالب، كان فقير لكن قلبه كان مليان رحمه. بدأ النبي يشتغل معاه ويرعى الغنم ويساعده، وبدأ يتعلم الاعتماد على نفسه. كبر النبي صلى الله عليه وسلم واسمه كان كل يوم بيعلى في مكة. كان شاب معروف بالامانه، والناس كانت بتسيب عنده امانات بالافات الدراهم، وكانوا بيسيبوا الامانات دي عنده وهم مطمنين. وبدأ يشتغل في التجاره وسافر الشام وعنده 12 سنه مع عمه، وبدأ يشوف الدنيا ويتعلم البيع والشراء لحد ما وصل لسن 25 سنه. سمعت عنه سيدة قريش واغناهم خديجه بنت خويلد، طلبت منه يطلع بتجارتها للشام فوافق. ولما رجع بالشام رجع بأرباح أكتر من الأرباح اللي هي كانت متخيلها، والناس كلها في قريش بدأت تتكلم عن التاجر الأمين. وبعد فترة اتجوز السيدة خديجة رضي الله عنها، وكان جوازهم من أنجح وأنقى العلاقات اللي اتذكرت في التاريخ. كبر النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ يشوف حاجات من حوالين منه غريبة، عبادة الأصنام ووأد البنات وظلم وربا وفجور وأكل مال اليتيم. لكن كان قلبه رافض الكلام ده، فكان بيحب يطلع جبل النور ويقعد في غار حراء ويتأمل ويدعي. وبدأ يقعد أيام ويروح، وبعد يومين يطلع تاني كأن روحه كانت بتستعد للي جاي. وجت الليلة اللي اتغيرت فيها حياة البشرية بالكامل. النبي كان عنده 40 سنة وكان قاعد في غار حراء الليل، والجو كان هادي وجبل النور كان ساكن. وفجأة نور ينزل ويملى الكهف، وصوت قوي وثابت وبيقول اقرأ. فالنبي في اللحظة دي اتخض وقال ما أنا بقارئ. فجبريل في اللحظة دي ضمه وقال له اقرأ، فالنبي يرد برضك ويقول ما أنا بقارئ، لحد ما نزلت أول آية من آيات القرآن الكريم: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ومن اللحظة دي بدأت الرسالة، وبدأ نور جديد ينزل على العالم كله، نور هيغير كل شيء. دي كانت رحلة الرسول صلى الله عليه وسلم من قبل الميلاد لحد ليلة الوحي، رحلة كبيرة وصعبة لكنها كانت إعداد لرسول ربنا اختاره رحمة للعالمين. اتولد يتيم لكن ربنا ما سابوش، كبر فقير لكن أغناه الله بالأخلاق، تعب لكنه صبر لحد ما بقى صاحب أعظم رسالة نزلت على الأرض. كده نكون وصلنا لنهاية الحكاية. في النهاية ما تنسوش اشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، وما تنسوش توصلوا فيديو أكبر عدد من اللايكات علشان أعرف إن انتوا حابين المحتوى ده وعايزين نستمر في نشر المزيد. وإلى اللقاء في حكاوي أخرى إن شاء الله.